طب احنا اتكلمنا كده عن المجالات اللي ممكن تتضر من الاي اي. طيب ايه المجالات اللي مش ممكن تتضر من الاي اي؟ بصي، حتى لو في مجالات مش ممكن تتضر من الاي اي فده حاليا، بعد كده ما نعرفش. يعني معنى كلام حضرتك ان كل الناس هتتضرر بالاي اي؟ ميبي. مين اكتر ناس مش هيتضروا؟ اللي بيعملوا الاي اي. اللي بيعملوا الاي اي يعني الكرييترز ولا الناس اللي البروجرامرز حضرتك قلت؟ والكرييتورز واللي عندهم فكر يضيفوه للاي اي، دول عمرهم ما هيتضروا، لان مهما كان العقل البشري هو اقوى من اي حاجه. بس احنا خلينا متفقين ان لسه في ستيل نسبة خطأ في الاي اي مهما كنت دقيق في ادخال المعلومة. ديفنتلي اكيد. انت لو حاولتي تشتغلي كوبي رايتنج او حاجه زي كده تخشي تكتبي عليه حاجه هيجيب لك كلام حلو جدا، بس لو قعدتي ركزتي او الانجليش بتاعك قوي هتلاقي لا، ان في حاجات محتاجه تتصلح عشان يطلع الموضوع بيرفكت. بس ببساطه اللي انت هتقعدي تكتبيه في 3-4 ساعات هو